لكل حد فاكر ان البراندنج لوجو وموك ابس، اسمع الحكايه دي للاخر. تكون قاعد في كافيه تخش عليك 3/4 مليون جنيه ماشيه على رجلها، حته بنت بتلمع ولا كأنها خارجه من اعلان بارفانات، لدرجه انك تتزاوج يا ترى هي اللي بتلمع ولا حاصل مجموع البراندز اللي لابساها موديها في حته تانيه. صدق اللي قال لا تصدق كل اللي بتسمعه ولا نص اللي بتشوفه. احلى استراحه بالنسبه لي هي خروجه الصحاب في يوم شتوي، تكون واخد دش ومتكلم ولابس البودي، تبقى قاعد كده وتشم ريحه البن في الجو الساقعه. في وقتها شميت طرفان من حلاوته هكر مخي سيطر عليا، لدرجه ان قعدت بدور على الريحه ومصدرها جاي منين، لحد ما لقيت دماغي متسلطره ناحيه مدخل الكافيه على دخلة البنت اللي ما شفتش زيها قبل كده. هاي البنت كانت بتلمع ولا بوستر افلام السينما، ولابسه لبس حلو قوي اللي ظهر فيه علامات براندز تخليك تفكر مرتين قبل ما تفكر تعدي من جنبها، مش تكلمها، تعدي بس. كل ده في عقلي وقتها انها بنت ناس برو ماكس متربيه، وايه اللي جابها هنا، شكلها من ايجيبت، حاجات كده كتيره جدا. فقلت يعني قلقت لا تكون سرحت مني وحد يكون خد باله، فقلت ابص على اصحابي اللي كانوا موجودين معايا فلقيتهم ملطشين برضه، لحد ما سمعت صوت خرم ودني. فقلت اطمن على البنت، اذ لقيت الويتر مبلول من كلام لا مؤاخذه البنت اللي كانت عامله زي اللي هو البلاعه الطافحه، وانا واصحابي في تشوك 404، والواحد فعلا كان نفسه الارض تتشق وتبلعه. عبس، بس العبث اللي كانت صحاب البراندز اللي بيستنصحوا يروحوا للديزاينرز ويقولوا لهم اعملوا لنا لوجو، والديزاينرز بقى يفرشوا لهم البرزنتيشن موك ابس وكميه اوبشنز مثيره للشفقه. يا اخوانا اللوجو يلمع ثانيتين، لكن لو مفيهوش شخصيه هيبقى عامل زي البنت